اهلا بيكم مع يوميات وسط تاريخ مع معتز جعفر. قبل ما تشوف الفيديو مش عايزك تتصدم من المنظر البشع اللي هتشوفه ده. حمام الامير شيخون العمري الناصري. تم بناء الحمام مع مجموعة مدرسة الامير شيخون سنة 750 هجري الموافق لسنة 1349. طبعا الحمام كان اكبر من حمام إينال اللي احنا عارفينه موجود في شارع المعز. حمام اكبر منه كان بيقدم خدمات لحي الخليفة والسيدة زينب، لانه موقعه موجود امام سبيل ام عباس في شارع الصليبة. الحمام كان مليان زخارف والاسقف مليانه نقوشات خشبيه وشكله كان جميل، يعني حتى من الاثار اللي واضحه منظر الحمام كان جميل جدا. وطبعا حجمه كبير ومساحته كبيره جدا، حالته سيئه للاسف دلوقتي جدا جدا جدا. فالتساؤل لغايه امتى هتفضل اثارنا الاسلاميه ممتهنه ومضطهده؟ ليه؟ يعني ليه اثر عدى عليه مئات السنين ولسه عايش ولسه موجود نعامله بالمعاملة السيئة دي ونأجره ونحوله لورش؟ المكان ده لو في اي مكان في العالم كان احترامه. بس شايفين منظر السقف عامل ازاي؟ المنظر المساحة قد ايه؟ المكان ده لو موجود في اي مكان في العالم كان يحترمه. شكرا جزيلا لكم.